السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. ان شاء الله بإذن الله هقدم لحضراتكم النهاردة طريقة عمل الكوكيز بطريقة سهلة جدا وحلوة جدا. ان شاء الله بإذن الله مش هتطلعي من الفيديو ده غير لما تكوني أستاذة في الكوكيز ان شاء الله. لو أول مرة تدخلي المطبخ وتعملي الكوكيز، إن شاء الله بإذن الله أول ما تشوفي الفيديو ده هتبقي أستاذة فيه إن شاء الله. إيه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ ما شاء الله الكوكيز طلع مظبوط جدا، والتسوية مظبوطة ولونه جميل جدا. ده اللون اللي بنشتريه من بره، وأحلى كمان، أحلى من بره طبعا. متنسونيش بقى حبايب قلبي في لايك جميل من حضراتكم وكومنت جميل من كومنتاتكم الجميلة اللي بتسعدني من قلبي على الجمال والحلاوة دي. ولازم الشوكولاتة شيبس معاكي يكون متماسك بالطريقة دي، ما يكونش الشوكولاتة سايحة. يلا بينا بقى نخش الفيديو بتاعنا الجميل ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة حبايب قلبي معايا نص كوباية زبدة بالظبط. انا طلعتها من التلاجة ووزنت كده نص كوباية زبدة بالظبط. جبت كوباية وحطيت فيها الزبدة لغاية ما بقت نص كوباية بالظبط. عايزة تزودي معلقة كمان مفيش اي مشكلة، على حسب القوام العجينة معاكي ما هيكون ايه. تختلف طبعا من لما تيجي تحطي الدقيق، يعني بتختلف من دقيق لدقيق. المهم خلينا في الزبدة اول حاجة. بتضربي طبعا زبدة كده بالمضرب، ممكن مضرب يدوي، بس بصراحة هتاخد معاكي مجهود شوية لان لازم يكون قوامها فاتح قوي. بفضل اضرب كده الزبدة مع نفسها الاول لغاية كده ما تديني بس ما تفك كده مع نفسها، ما تفك يعني في المضرب وكده، وتبقى معايا باللون الفاتح ده. وبعدين بتنزلي بالسكر على طول. عايزة تنزلي بالاتنين مع بعض وتضربي مفيش اي مشكلة، بس انا بحب اعمل الخطوة دي. السكر زي ما حضراتكم شايفين كده سكر خشن مش سكر ناعم. يفضل الكوكيز يتعمل بسكر خشن، هو اساسه سكر بني، بس طبعا عشان ما تكلفيش نفسك وتروحي يعني تشتري سكر بني، لأ، ممكن تستخدمي سكر خشن. لو عندك سكر الخشن ده استخدميه على طول. أنا حطيت قد إيه، حوالي نص كوباية سكر بالضبط. والسكر على حسب الرغبة، يعني عايزة تزودي سكر تاني مفيش أي مشكلة، يعني عايزة تحطي كوباية إلا ربع سكر ما عنديش مشكلة خالص، حطي زي ما انتي عايزة. بس أنا حطيت نص كوباية زبدة على نص كوباية سكر. الفنجان اللي أنا حطيته ده نص كوباية سكر بالضبط. ونزلت حبايب قلبي ببضاية وكيس فانيليا طبعًا. طبعًا أنا فضلت بقى أضرب لغاية ما عطاني اللون الفاتح جدًا، يعني بيديكِ اللون الفاتح أوي الزبدة مع السكر، وبعدين بتنزلي بالبضاية بيضة بيضة كده. تنزلي أول بيضة، وبعدين بتفضلي تضربي لغاية ما البيضة تختفي. زي ما حضراتكم شايفين كده حبايب قلبي. أنا ما رضيتش أفصل الفيديو عشان أوريكم أنا باعمل إيه بالضبط، عشان اللي عايز ينفذ الوصفة. دي تاني بيضة حبايب قلبي معايا، وعليها طبعًا كيس فانيليا. زي ما حضراتكم شايفين كده حبايب قلبي. تقدري طبعًا تلمي طبعًا العجينة دي بالسباتيولا وتضربي تاني عادي ما فيش مشكلة. الخليط يعني. زي ما حضراتكم شايفين كده حبايب قلبي. هنحط بقى تالت بيضة وعليها كيس الفانيليا، وبعدين نضرب حبايب قلبي تاني. أنا ما رضيتش أفصل الفيديو خالص، باقول لحضراتكم تاني علشان اللي عايز ينفذ الوصفة. بعدين بانزل بمعلقة عسل أسود، معلقة كبيرة كده، ده عسل أسود بصراحة. وعلى فكرة العسل الأسود لمّا بيكون نوعه جميل وتقيل، اعرفي إن الوصفة معاكِ هتطلع روعة.
وطبعًا أنتم عارفين الكوكيز بيتعمل بسكر بني، فأنا بنحط معلقة العسل الأسود دي هي بديل للسكر البني، زي ما حضراتكم شايفين كده اللون بيتغيّر تمامًا، بس بصراحة معلقة العسل الأسود دي بتضبّط لِك الطعم واللون وكل حاجة، جميلة بصراحة. هننزل بقى حبايب قلبي، أنا حطيت قد إيه، آدي كوباية دقيق وهانخله معاكم حبايب قلبي، دي تاني كوباية دقيق، دي الكوباية التانية، وبعدين هنحط حبايب قلبي حوالي معلقتين كاكاو، كاكاو خام غير مُحلّى، يعني قولوا بالضبط كده حوالي معلقتين كبار كاكاو، بالضبط، لإن طبعًا وإحنا بنحط المعلقة كانت ممسوحة، أنا حسبتها كده لقيتها طلعت بالضبط يعني معلقتين كبار كاكاو، بالضبط. والكاكاو دي أنا اشتريتها من فتح الله بصراحة جميلة جدًا، كاكاو غير مُحلّى، هي اسمها كاكاو خام. حطيت هنا حبايب قلبي معلقة بيكنج باودر صغيرة وعليها رشة ملح، بتحطي رشة ملح بسيطة أوي عشان تضبّط لِك الطعم، ورشة الملح دي بتبقى سُنّة عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، زي ما حضراتكم شايفين كده. بافضل بقى أقلّب في الدقيق طبعًا مع الخليط كده معايا مع المكونات اللي أنا حطيتها طبعًا، اللي ضربناها مع بعض. كل ده هيتجمّع، وبافضل ألِف بقى العجينة كده لغاية ما إيه، ما تدّيني كده ع قوام عجينة متماسكة، وفي نفس الوقت طرية جدًا، لازم تكون العجينة معاكِ طرية، شايفين هي عاملة معايا حاليًا دلوقتي إزاي، عاملة زي حبّات الرمل كده، بس طبعًا كل ده هيتضبط دلوقتي. شايفين أنا بالِم العجينة، مش بنعجن، أنا يا دوب بس بالِم العجينة كده على بعضها وخلاص على كده، زي ما حضراتكم شايفين كده. أنا هنا حبايب قلبي لميت العجينة وبعدين جبت الشوكولاتة شيبس، والشوكولاتة شيبس دي برضه أنا جبتها من فتح الله، بس بصراحة جميلة جدًا، جدًا يعني، بصراحة لونها تحفة، شايفين ما شاء الله لونها جميل إزاي، على فكرة هي لونها فاتح عن كده، بس هي في الكاميرا عاطياكوا لون غامق، أنا كنت باحاول يعني أجيب لكم اللون بصراحة. بعد ما بتلفي بقى العجينة وتجمعيها كده وتخلّيها متماسكة زي ما حضراتكم شايفين كده، عفوًا. بتحطّي بقى الشوكولاتة شيبس، أنا حطّيت تقريبًا النُص كده، وزي ما أنتِ عايزة، عايزة تزوّدي، عايزة تقلّلي براحتك. بس أنا بصراحة الأولاد عندي بيحبّوا يعني شوكولاتة الشيبس ياما أوي فيها. بتلفّيها كده لفتين مع الشوكولاتة شيبس وتبدئي بقى تشكّليها على طول. أنتِ ممكن تحطّيها في التلاجة، يعني لو مش مستعجلة عليها ممكن تحطّيها كده في التلاجة نُص ساعة وتشتغلي على طول، وتشتغلي بيها. أو ممكن تشتغلي على طول، ما فيش أي مشكلة. أنا بصراحة للأمانة أنا اشتغلت على طول. طلعت معايا جميلة جدًا ومضبوطة جدًا وبتقرمش وتحفة بصراحة. زي ما حضراتكم شايفين كده، أنتِ مش بتكوريها، أنتِ بتعمليها كده بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي، شايفين أنا باعملها إزاي؟ زي ما حضراتكم شايفين كده. عايزة تكوريها وتضبطيها كده وتخلّيها مضبوطة ما فيش مشكلة، بس أنا باحاول أخلّيها لكم زي اللي برّه بالضبط، زي اللي بنشتروها من برّه، الشكل. يعني الشكل بتاعها باحاول قد ما أقدر كده أخلّيها زي اللي بنشتروها من برّه بالضبط. زي ما حضراتكم شايفين كده، هو بصُبع كده وبتقومي بتغرزي صُبعِك كده بالراحة وتضبّطيها. شايفين أنا مكوّراها إزاي؟ الطريقة دي حلوة جدًا على فكرة،
وهتطلع معاكي الشوكولاتة الشيبس زي اللي بره بالظبط، مش هتفرقيه حاجة اصلا عن بره. بصراحة هو طلع تحفة وطلع مظبوط جدا. انا الطريقة دي على طول بعملها ومعتمداها وجميلة بصراحة، والاولاد عندي كمان بيطلبوه كتير جدا. شايفين ما شاء الله جميل جدا بصراحة. بسويه على درجة حرارة كام؟ انا بسويه على درجة حرارة 170. هي بتبقى درجة حرارة هادية شوية، يعني ما يعني بتكون اقل من الكيك كده. انتي بتحطي الكيك على 180، لا حطي الكوكيز على 170 او 160 لو عندك تايمر او درجة حرارة. ما عندكيش مفيش مشكلة، ممكن يعني تقللي الحرارة شوية عن ما بتحطيها عن الكيك كده. انتي بتحطي الكيك على 180، حطي الكوكيز على 160 170 كده، تطلع معاكي مظبوطة جدا وبتقرمش خلال بالظبط. انا ما اقدرش بصراحة احدد لك وقت، لان كل واحدة مننا حسب الفرن بتاعها. في فرن بيسوي بسرعة، في فرن بيبطأ، على حسب على حسب الفرن بتاعك. زي ما حضراتكم شايفين كده، انا وريتها لكم وهي جوه الفرن، وبعدين طلعت معايا اهو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. شايفين ما شاء الله، دي لسه طالعة من الفرن حالا، الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. شايفين ما شاء الله جميلة جدا. تسوية مظبوطة جدا بصراحة. تقدري على فكرة تسويه عن كده، بس طبعا لو زودت التسوية عن كده هيبقى مقرمش قوي زيادة عن اللزوم. يعني لو بتحبيه مقرمش قوي، انا بصراحة طريقة التسوية دي بتخليه تحفة معايا ومقرمش وجميل. شايفين ما شاء الله من جوه عامل ازاي. متنسونيش بقى حبايب قلبي في لايك جميل من حضراتكم، وكومنت جميل من كومنتاتكم الجميلة اللي بتسعدني من قلبي على الجمال والحلاوة دي. ما تنسوش حبايب قلبي آه تنفذوا الوصفة الجميلة دي. وصفة الكوكيز روعة بصراحة وجميلة، والأولاد بيحبوها، الأولاد والكبار كمان بيحبوها، فنفذيها جميلة جدا. اسيبكم بقى مع الفيديو الجميل ده، اسيبكم بقى مع آخر مقطع. مع السلامة، باي باي.